كلياتكم نوجه لهم واحد الرساله. انا الرساله اللي نوجهها اول حاجه يعني تعازينا الحار لذوك الناس اللي فارقونا، خوتنا غيبقاو ديما معنا في القلب. صراحه رجاويين. هذا الشيء اللي وقع يعني الشيء اللي وقع يعني تيضر في الخاطر، تيضر اي واحد كيف ما يكون، سواء متعلق بكره القدم سواء تيبغي كره القدم وما تيتفرجش في كره القدم، اي واحد غيبقى فيه. لان حشومه تشوف ولاد الناس طايحين في الارض بهذيك الطريقه، مضروبين بهذيك الطريقه، يعني شي حاجه تضر في القلب. النصيحه اللي ننصحها للجمهور المغربي كامل، كره القدم الناس دابا حنا تطورنا، تشوفوا دوريات في العالم الناس خاسرين بخمسه، الناس طاحوا بدوزيام ديفيزيون، الناس ما تدي والو، خاسره ملايير، في الاخر تيخرجوا تيتسالموا تيصفقوا تيبكي، تيعبر على الكعيه ديالو بواحد الطريقه اللي تكون مقبوله. يمكن لك تعبر وانت كاعي وانت تعبر وانت فرحان. وبالنسبه لنا جمهور الرجاء البيضاوي يعني وصلنا لواحد عليتوا لابار لواحد النيفو اللي تيشوفكم به الجمهور، الناس تاخذ من عندكم ولا تتعلم من الجمهور ديال فريق الرجاء. ما مسموحش لينا شي حاجه اللي نخليو ولا توسخنا صافي. ولينا عالميين، خصنا نكونوا عالميين في كل شيء. كيفاش ندخلوا للتيران، كيفاش نخرجوا من التيران، كيفاش نشجعوا، كيفاش نمشيو لديورنا سالمين. يعني صراحه الله يعني كيف ما نعاود نقولها تعازينا الحاره لهذوك الدراري المساكين، الله يرحمهم. فهمتيني، ان لله وانا راجعين الناس الله يرحمهم، الله يصبر والديهم. ان شاء الله هذه تكون درس، ناخذوا درس تعلموا منه، ما نعاودوش نفس الغلط ولا نضروروا في الاول وفي الاخر هي فريق الرجاء هذا هو. شكرا اسماعيل، شكرا اسماعيل. شكرا اخويا اسماعيل.